دنيا باطمة تدخل في علاقة حب جديدة. لنتعرف على التفاصيل بالفيديو. الفنانة المغربية دنيا باطمة إلى أنها دائما ما تحاول إيصال ما تعيشه من خلال ستورياتها عبر حسابها على الانستغرام، وهذه الأيام دائما ما تنشر ستوريات لها وهي تغني مع الأغاني التي تعبر عن الشوق واللوعة للمحبوب، الشيء الذي أوله وفسره متابعيها على أنها تعيش قصة حب جديدة. هم يعتبرون أنها ما زالت صغيرة وجميلة ويجب أن لا تدفن نفسها بالحياة، وتعزف عن الزواج بعد طلاقها من زوجها البحريني موفق محمد الترك بعد زواج عمر لقرابة 10 سنين نتج عنه بنتين غزل وليلى روز، وبالأخص أن زوجها مباشرة بعد عودته للبحرين تزوج عليها وهي لا زالت في عصمته، في حين اعتبر آخرون أن دنيا باطمة من المستحيل أن تدخل في علاقة حب جديدة، فهي لا زالت في فترة العدة، وفي فترة العدة إذا كانت في فترة العدة فهي لا زالت تحسب زوجة لطليقها إلى حين انتهاء مدة العدة. وجدير بالذكر أنه قد تم الطلاق في البحرين بعد أن قدم موفق محمد الترك طلبا للطلاق بمحاكم المملكة البحرينية والتي استجابت لطلبه، بينما تقدمت دنيا باطمة بطلب للتطليق بمحاكم المملكة المغربية أمام القضاء الأسرة والذي استجاب لطلبها ومنحها الحضانة على بناتها.